هل تتخيل إن واحد من أغنى رجال مكة يبقى في يوم من الأيام رمز للحياء لدرجة إن النبي نفسه يقول عنه إن الملائكة بتستحي منه؟ إزاي تاجر حرير وفضة يتحول لواحد من أعظم الشخصيات في التاريخ الإسلامي؟ دي مش حكاية عادية، دي قصة عثمان ابن عفان. نرجع بقى لمكة قبل الإسلام، شاب من بني أمية، قبيلة قوية، تجارة واسعة، فلوس كتير وسمعة نظيفة، اسمه عثمان ابن عفان. ولا كان محارب شرس زي حمزة ولا خطيب مفوه زي عمر، كان هادي ورزين كده وذكي جدا في البيزنس والتجارة. تخيل معايا السوق وقتها زي بورصة بدائية كده، قوافل رايحة وجاية بين مكة والشام. وسط الضجيج ده كله عثمان كان بيبني ثروة ضخمة. بس المفاجأة أول ما سمع عن الإسلام ما استناش أبو بكر الصديق يكلمه عن دعوة جديدة، عن إله واحد، عن عدل ومساواة. وفي لحظة عثمان يقرر يدخل الدين الجديد من غير تردد. ليه بقى؟ لأن شاف الفكرة قبل ما يشوف المكسب، وده قرار كلفه كتير جدا. أهله غضبوا منه جدا وتعرض لضغط وتعذيب نفسي، لكن مرجعش خطوة واحدة. نيجي بقى للمشهد اللي غير حياته للأبد. النبي محمد عليه الصلاة والسلام يزوجه بنته رقية، وبعد وفاتها يزوجه أم كلثوم، علشان كده اتلقب بذو النورين، الوحيد في التاريخ اللي اتجوز بنتين لنبي. خلينا بقى نقفز شوية لقدام كده. المسلمين بيعانوا الهجرة للحبشة. عثمان أول من هاجر مع زوجته، يعني مش بس آمن بالفكرة، ده خاطر بحياته ومستقبله التجاري علشان. وبعد كده بقى راح المدينة. الدولة الجديدة بتتكون والفلوس بقت سلاح. تفتكر مين كان بيمول الجيش ساعتها؟ لما المسلمين احتاجوا بئر يشربوا منه وكان مملوك ليهودي بيبيعه بسعر غالي جدا، عثمان اشتراه واتبرع بيه بالكامل. ولما جهزوا جيش العسرة في غزوة تبوك، النبي طلب تبرعات. عثمان قدم مئات الجمال وأموال ضخمة، لدرجة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. المشهد ده مهم لأن عثمان ما كانش مجرد ممول، كان بيشتري استقرار الدولة الناشئة. نيجي بقى للحظة الفارقة. بعد وفاة عمر ابن الخطاب اختير عثمان خليفة للمسلمين، وهنا تبدأ المرحلة الأصعب بقى. الدولة الإسلامية كبرت جدا، دخلت أراضي جديدة، اختلطت لغات ولهجات. القرآن بدأ يقرأ بطرق مختلفة حسب القبائل. تخيل معايا كده إن عندك نظام تشغيل واحد، لكن كل مدينة نزلت نسخة معدلة منه. الفوضى كانت مسألة وقت. عثمان ياخد قرار تاريخي، جمع المصحف في نسخة موحدة وأرسل نسخا للأمصار. قرار إداري؟ لا، مش قرار إداري، ده قرار حافظ على وحدة النص القرآني لحد النهاردة. لكن مش كل القرارات بتمر بسلاسة كده. في آخر سنوات حكمه بدأت تظهر اعتراضات سياسية واتهامات بالمحاباة لأقاربه من بني أمية، توتر اقتصادي في بعض الأمصار. هل كانت الاتهامات صحيحة؟ التاريخ منقسم كده في روايات متعارضة مع بعضها، وفي مؤرخين بيشوفوا إن جزء كبير من الفتن كان نتيجة تضخم الدولة أسرع من قدرتها الإدارية على الاستيعاب، وده خلى تحليل مبني على قراءة سياق الأحداث مش رقم رسمي. لكن المؤكد إن الاحتقان زاد جدا. والمشهد الأخير، بيته محاصر، الخليفة العجوز الغني ده القادر على استدعاء جيش يدافع عنه يرفض القتال تماما. طب ليه بقى عمل كده؟ علشان ما يتفتحش باب دم بين المسلمين. وهو بقى بيقرأ القرآن في بيته كده يقتل في بيته. واحد من أغنى رجال مكة يموت مظلوم، رافض يستخدم قوته علشان يحمي نفسه. القصة هنا مش بس عن الحياء ولا بس عن الكرم، دي قصة رجل كان شايف ان اخطر تهديد لأي دولة في العالم مش الفقر لكن الانقسام. عثمان بن عفان كان تاجر فاهم ان راس المال الحقيقي هو الثقة، وثقته في الفكرة كانت اكبر من ثقته في السلطة. السؤال بقى اللي محتاجك تجاوبنا عليه في التعليقات: لو كان اختار القوة بدل الصبر، هل كان التاريخ هيتغير ولا كانت الفتن هتبدأ بدري؟ اكتب رأيك بقى في التعليقات، وعاوزك تشوف القصة من زاوية مختلفة. وفي النهاية ما تنساش انت تتابعني، انا احمد يحيى، بقدم كل حاجة ليها علاقة بالذكاء الاصطناعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.